يا ترى الرجاء فعلا ممكن يكون بديل الاهلي في كاس العالم للانديه ويشارك بداله؟ وهل ممكن فرقتين من نفس الدوله يشاركوا اصلا في كاس العالم للانديه؟ وايه هي العقوبات اللي كولر خدها ضد مجدي قفشه ولاعيبه الاهلي بسبب ماتش فيوتشر؟ ويا ترى الاهلي ممكن يوافق على رحيل قفشه بعد العروض اللي جات له؟ وايه هي المفاجاه اللي لجنه التخطيط فجرتها بسبب بيرسيتاو والعرض السعودي؟ كل ده هجاوبك عليه في حلقه النهارده، بس كالعاده لو اول مره تشوفني يا ريت تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتشترك في القناه عشان يجيلك كل جديد، وبعدها تجيلي عشان نخش على تفاصيل الحلقه. خلونا نبدا باول حوار معانا وهو مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، لان في تحركات مغربيه كتيره جدا حصلت اليومين اللي فاتوا، والتحركات دي بتطالب الفيفا بان الرجاء يشارك بدل الاهلي في كاس العالم، ومع ان الموضوع ده هيبقى صعب جدا ويكاد يكون مستحيل، لكن نادي الرجاء بيحاول بكل الطرق، وده طبعا من حقهم لان كل نادي بيدور على مصلحته. لكن بصراحه انا شايف ان بعد الخطابات الرسميه اللي الفيفا بعتتها للاهلي الموضوع خلصان، وده ببساطه عشان ما ينفعش يبقى في فرقتين من دوله واحده في كاس العالم، وعشان كده الفيفا اختارت النادي الاهلي بصفه وصيف دوري ابطال افريقيا، وبعتوا له خطاب رسمي بخصوص الامور التنظيميه وميعاد اول مباراه ليه في كاس العالم، والمباراه دي هتكون مع اوكلاند سيتي في اول فبراير. وعارف ان ممكن حد يقول لي طب ما كده الدنيا تمام، هنشغل بالنا ليه بالتحركات المغربيه؟ هقول لك ببساطه عشان الاهلي يحافظ على حقه وما يعتمدش على الخطابات اللي الفيفا بعتتها له، وده طبعا عشان انت عارف ان احنا عندنا اتحاد كوره فاشل وما بيدورش على مصلحه الانديه، ومن الاخر كده عشان ما يحصلش معانا نفس اللي حصل الموسم اللي فات في حوار ملعب نهائي افريقيا لما اتحاد الكوره ضيع جواب تنظيم المباراه النهائيه ولعبنا الماتش في المغرب. وخلي بالك ان الخطاب ده لو ما كانش اتبعت للاهلي على طول كنا ممكن ندخل في نفس الدوامه دي، ويطلع اتحاد الكوره بعدها يقول لك انا ما اعرفش اي حاجه عن الجواب ده. وخلاصه الكلام يا جدعان ان الاهلي لازم يدور على حقه بنفسه وما يعتمدش على اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره مش مهتم باي حاجه غير بمصالحه الشخصيه. ومن الحاجات الغريبه برضو اللي شفتها في الموضوع ده تصريحات بعض الاعلاميين في البرامج بتاعتهم اللي تحس من كلامهم انهم محروقين قوي من الاهلي ومش عايزين يلعب في كاس العالم، والمفروض انهم بدل ما يهاجموه يساندوه ويقفوا في ظهره، لان الانجاز ده قبل ما يكون للاهلي فهو للكره المصريه كلها. ويا ريت الاعلاميين اللي عندنا يتعلموا شويه من الاعلام المغربي اللي تقريبا ما وراهمش حاجه في برامجهم غير انهم يدعموا الرجاء ويساندوه، وده بغض النظر عن انتماء كل اعلامي فيهم. عموما مش هنسبق الاحداث وهنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه في الموضوع ده. تعالى بقى نتكلم عن العقوبات اللي كولر طبقها على اللعيبه الفتره اللي فاتت، وزي ما انت عارف ان اللائحه عندنا بتقول ان العقوبات ما بتطبقش على الفريق الا في حاله الخساره، لكن بسبب الاداء المتخاذل والاستهتار من معظم اللعيبه كان لازم يتطبق عليهم عقوبه شديده بحيث ان اللعيبه تفهم ان الموضوع ده لو اتكرر تاني مش هيعدي بسهوله، وده اللي خلى كولر يغرم كل لاعب شارك في ماتش فيوتشر 50,000 جنيه. وبالنسبه لمحمد مجدي قفشه فهو اللي يعتبر شال الليله كلها، والعقوبه بتاعته وصلت ل 200,000 جنيه. وحد هنا ممكن يقول لي يعني الغرامه دي كلها عشان شاط ضربه الجزاء وضيعها؟ هقول لك لا، الموضوع مش موضوع انه ضيع ضربه الجزاء، الموضوع ليه علاقه بحاجات كتير جدا. اولا الراجل كسر السيستم اللي حطه مارسيل كولر في ضربات الجزاء، واللي هو ان في لعيبه معينه مترتبه انها تشوط ضربات الجزاء اللي بتيجي كل ماتش، واول اللعيبه دي علي معلول وبعديه السوليه وبعديه محمد شريف. ومش كده وبس، ده كمان تجاهل كل النصايح اللي جات له من كباتن الفريق وابرزهم عمرو السوليه، واظن ان كلنا شفنا اللقطه اللي كان واقف فيها وبيتكلم معاه قبل ما يلعب ضربه الجزاء، ورغم كده اصر انه يلعبها وما سمعش كلامه، وده السبب اللي خلى كولر يصمم انه يعلن عن عقوبته بحيث يكون عبره لاي لاعب يفكر يعمل القصه دي تاني. وخلي بالك ان بعد اللي حصل ده ابتدت الاداره تدرس كل العروض اللي جات لقفشه، وممكن جدا تلاقيه بره الاهلي في يناير الجاي، ويعتبر من ابرز العروض اللي جات له كان عرض من نادي الباطن السعودي، بس الاداره كانت رافضه العرض عشان المقابل المادي كان ضعيف جدا. لكن في كلام ظهر الفتره اللي فاتت بياكد ان نادي الباطن رفع العرض من 350,000 ل 550، وده طبعا مقابل انهم ياخدوا قفشه على سبيل الاعاره لمده 6 شهور. وبصراحه انا شايف ان العرض ده كويس جدا، ويا ريت الاهلي ما يتمسكش ويوافق على عرضه، لان الراجل بقاله فتره كبيره بعيد عن مستواه وما بيقدمش الاضافه مع الفريق. وخلي بالك ان بيرسيتاو كمان الواضح كده انه مش هيكون موجود في الاهلي الفتره الجايه، وده ببساطه لان لجنه التخطيط عملت تقرير اكد ان الاهلي ما بيستفيدش من بيرسيتاو بسبب اصاباته الكتير. وعارف انك ممكن تقول لي بس الاشاعات والتحاليل اكدت ان الراجل ما عندوش اصابات مزمنه، هرد عليك واقول لك ان كل الكلام ده زي الفل، بس التقارير اللي اتعملت بتاكد ان الاهلي ما بيستفادش منه بنفس القيمه اللي بتتصرف عليه. تقول لي بقى مش محظوظ، تقول لي مش ماشيه معاه، مش هتفرق كتير، لان لو خدت بالك هتلاقي ان الراجل من ساعه ما الاهلي اتعاقد معاه عدد مشاركاته قليله جدا، وده برغم انه لعيب ايجابي ولما بيلعب بيبقى مفيد جدا للفريق. بس لجنه التخطيط قالت لك احنا مش جايبين لاعب اجنبي وبياخد مرتب كبير عشان ما نستفيدش منه ويلعب معانا ماتشين ويغيب بعدها 4-5 ماتشات بسبب الاصابات اللي ما بتخلص، وعشان كده الاداره بدات تدور له على عرض كويس عشان يسوقوه في يناير. وفي كلام ان اهلي جده اللي بيدربه موسيماني عايز يتعاقد معاه على سبيل الاعاره او البيع النهائي، بس الاداره لسه بتدرس الموضوع وبتشوف هل العرض ده مناسب من الناحيه الماديه ولا لا، ولو طلع العرض مناسب بنسبه كبيره جدا بيرسيتاو هيخرج في يناير اللي جاي. عموما هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه في القصه دي. وبكده كنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ما تنساش اللايك والشير واشوفكم على خير.